وإحياء لذكرى الأربعين لرجل جليل سيظل محبوبا من الشعب المصري حتى بعد وفاته، قداسة البابا شنودة. أريد أن أقترح لهذا الرجل لقبا ليس في احتياج إلى دولة لكي تعطيه له. أريد أن نسميه عبقري المودة. لأنه جعل من هذه الكلمة البسيطة المودة، جعل منها منهجا في حياتنا وعلاجا للكره ورفض الآخر. لم أجد إلا كلمات الرسول بولس الذي قال في نهاية خدمته: جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا وضع لي إكليل البر الذي يهبه الرب الديان العادل. نعم، إنه لسان حال قداسة البابا شنودة الثالث. سعيت إليه مبعوثا أو زائرا في الأزمات والوقفات الصعبة، ورأيت الحزن النبيل يطل من عينيه، وعبارات الحكمة تنساب من شفتيه، ورأيته بقلب ينبض بالوطنية يفضل صالح الوطن على كل ما عداه. البابا شنودة عاش الرهبنة في عمقها حتى النخاع. وحتى لما جه البابا كرولوس بحيلة مقدسة مع الأنبا توفيلوس يعملوا كماشة عليه ويجيبوه ويستدرجوه تاني للقاهرة بعد ما رجع للبرية، كان البابا كرولوس في نيته انه يرسمه اسقف، بس ما قالولوش كده، لو قالوا له كده هيهرب. فبعد ما البابا كرولوس قعد يكلمه على رحله بتاعت اجانب ما خلاهاش دخلت الدير وغيره، في الاخر سيدنا بيحكي بيقول بص لقى سيدنا البابا كرولوس راح حاطط ايده عليه بقوه وقال: شنودة اسقف للتعليم والتربيه الكنسيه. حبيبنا الراحل هو المركبة الحقيقية التي حملت الكنيسة إلى السماء، ونطلب منه من روحه الضعف حتى تستمر الكنيسة في رسالتها. إنه عمل الروح القدس. لقد حملنا على أجنحة النسور بقوة وطار بنا في أعماق السماوات والسمائيات لكي ما نلتقي بشخص ربنا يسوع المسيح. بشر كل البشرية المسيح قام، يا لاميز المسيح ده حبيبكم الجريح، قوموا نادوا بالتسبيح